يا صباح الورد والفل والياسمين على اجمل مملكه في الدنيا. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قد الدنيا كلها. بجد وحشتوني جدا جدا جدا. ربنا يديمكم نعمه في حياتي، احلى اخوات واصحاب في الدنيا. ربنا يديم في حياتنا كلها الناس اللي بتحبنا، بس يعني اللي واقفه جنبنا كده، اللي بتدعمنا، اللي اقول لها مثلا حطي لي لايك تحطه، اللي بتحبني يعني بمعنى اصح من قلبها. فربنا يديمكم نعمة في حياتي يا رب، ويخليكم ليا يا رب، وما يحرمنيش منكم ابدا. النهارده فيديو جديد، وفيديو النهارده من المطبخ. وقلت بقى ايه، اقوم الحق نفسي كده قبل ما النور يقطع. النور عامل عمايله معانا، ولا عارفه انزل فيديوهات، ولا عارفه اشوف حال بيتي ولا اي حاجه. بيجي كده في وقت كده عمايل الاكل، ابص الاقيه هوب قطع. فقلت النهارده الحق نفسي كده واعمل الاكل من بدري شويه. هعمل اكله حلوه قوي قوي معاكم النهارده على القناه. فيلا بقى حطي اللايك الجميل، ولو لسه اول مره بتشوفي قناتي انت مستنيه ايه؟ اللي بيدخل قناتي وبيشترك فيها بيبقى اخت وصاحبه وصديقه وكل حاجه، فاشتركي في القناه عشان تبقوا اختي وصاحبتي وصديقتي. وربنا يدومكم نعمه في حياتي، اللهم امين. هستنى اشتراككم وتعليقاتكم، واللايك اهم حاجه. ما تبخلوش عليا باللايكات. ربنا يجازيكم كل خير على ضغط الزر بتضغطوها لي، على كل لايك بتحطوه لي، على كل تعليق بتكتبوه لي. بجد انا زعلانه جدا جدا جدا، وعاوزه اقول لكم ان انا بقالي 3 فيديوهات دلوقتي بتعب على الفيديوهات وبمنتج واتعب على الفيديو، لكن ما بيجيش حتى يعني ايه 90 مشاهدة عليه من 8000 مشترك. فصعب صعب، حاجة صعبة جدا. بفكر ان انا خلاص ما نزلش فيديوهات تاني، وارجع اقول لا انا هنزل واستمر. يمكن يعني جبر ربنا قرب شوية. يمكن لعل والعسى ان حد يدعي لي دعوة كده يكون اقرب مني لربنا، ان ربنا يفتحها عليا ويرزقني في قناتي، وتكون يعني قناة حلوة كده وقناة ممتعة للي بيتفرج عليها. فيا رب كده الفرج يجي من عند ربنا بقى، لان الواحد والله تعبت بجد. النهارده زي ما انتم شايفين كده طلعت فرخه من الفريزر، قلت اعمل اكله حلوه للولاد كده يرموا عضمهم بيها، علشان بقالي كام يوم كده شغاله لهم في الاكل اللي هو ايه، الاكل النواشف، زي مثلا الشاورما زي ما شفتم على القناه يعني، والحواوشي والحاجات اللي زي دي. تحسوا ان الواحد مهما ياكل عيل كده، تحس ان ما مش عارفه يعني. انا بحس الاكله دي اللي فيها رز بقى وطبيخ وحاجات من دي افضل من الاكل التاني بكتير، بس هما بيفضلوا الاكل التاني. عملت ايه دلوقتي؟ قطعت الفرخة قطع كده صغيرة، وبعدين حطيت مية، وحطيت شوية، جبت عصرة ليمونة كبيرة، وكمان نص برتقانة كده عصرتها في المية. ليه بقى فايدة الليمون والبرتقان؟ عشان نضيع لي اي زفارة في المية. حطيت شوية ملح، وعملت لها محلول النقع ده، عشان لو اي زفارة ولا اي حاجة في اللحمة بتاعت الفراخ. هو الحمد لله يعني اللهم بارك، دي تربية ايدي، فالحاجة بتبقى نظيفة. لكن ده يعني ايه، بحب ان انا الفرخة تبقى فريش كده. وهتشوفوا المنقوع ده او المحلول ده بعد شوية هيبقى شكله عامل ازاي، بيضيع اي زفارة، بينزل اي ريم كده تحت الجلد، اي حاجة اي حاجة بينزلها في المية، زي تحسوا ان هو بيشد اي حاجة في المية كده. إيه، لو وصلت لحد هنا فحطي اللايك، انا مستنيه لايكاتكم وتعليقاتكم. جبت بقى بصلتين، غسلت طبعا البلانشه بتاعتي. إيه، لازم اغسلها ما بين كل حاجه وحاجه، يعني لو هستخدمها وانا بقطع الفراخ بغسلها بالصابون واعقمها كويس جدا، عشان لما اقطع عليها ايه الخضار تمام. جبت بصلتين كبار هعملهم كده، وهنعملها بطريقه حلوه قوي 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 قوي. وصلي لاخر مقطع في الفيديو اهم حاجه اتفرجي على اطول وقت ممكن في الفيديو. وهستنى لايكاتكم وتعليقاتكم اهم حاجة. جبت بقى البصل وقطعته كده، هنعمل صينية البطاطس بس بطريقة الفراخ المشوية. انا كنت الاول عاملة فرخة مشوية اللي هي بطريقة ايه بقى، تتبيلة كده تنضرب في الخلاط، واعمل تحتيها اللي هو الديسك اللي بتحط عليه وكده زي ما بعملها كل مرة. قلت لا انا هزود كمان بطاطس، بحيث ان العيل كده وهو بياكل يلاقي حاجة يغمس بيها، تبقى في حاجة غموس كده تملى بطن العيل. فعملت ايه، جبت بصل وقطعته، غسلته وقطعته، وجبت بقى الخضار بتاعي وقطعته، اللي هو ايه بقى الخضار اللي احنا هنحطه عليها. حطيت فلفل اخضر، وبعدين طماطم، وهقطع كمان شوية خضار من اللي جنبي، اللي هي ربطة خضار اللي جنبي دي، لان انا هعملها بطريقة الفراخ المشوية. فاعمل لها تتبيلة الفراخ المشوية، هي هتبقى كأنها فرخة مشوية في الكيس الحراري، نفس التتبيلة ونفس كل حاجة، لكن هعملها في الصينية.
هتشوفوا كل حاجة في الفيديو هتشوفوا. جبت بقى الطماطم وهقطعها كده، قطعت الفلفل الاول وبعدين هقطع الطماطم. ايا كان التقطيع ايه مش هتفرق اي حاجة، لان كل ده هيمتزج في بعضه هنخلطه في بعضه او هندعكه في بعضه دعكة حلوة كده، وهنعمل كمان خليط من المكونات اللي احنا عملناها دي في الخلاط، بتبقى تتبيلة تحفة مع اضافة بقى البهارات والمكونات اللي انت هتحطيها، بتودي بقى الفراخ او صينية البطاطس بتاعتك او الفرخة المشوية بتاعتك في حتة تانية. جبت الخضار بقى قطعت شوية كده وغسلتهم كويس ورجعت لكم تاني وقطعتهم على البلانشة. المفروض ان انا لو صينية بطاطس ما بحبش احط لها خضار، لو صينية بطاطس عادية كده. ليه بقى؟ بحس ان الخضار واخدها في حتة تانية، اللي هي في طعم المشويات وكده بيضيف لها طعم تاني، مذاق اخر يعني بمعنى صح. فالنهارده علشان قلت بقى ايه، علشان فرخة مشوية او هعملها بطريقة الفراخ المشوية، فقلت ايه مش مشكلة هعملها احط فيها خضار. جبت بقى البصل هنزل بيه هو والفلفل، هقوم حاطه عليهم بقى شوية فلفل اسمر وشوية ملح وادعكهم دعكة حلوة قوي 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 قوي. لو انتي لسه مشتركتيش في القناة، فانا بترجاكي او فضلا منك وليس امرا مني طبعا، اشتركي في القناة وزودي عيلتي البسيطة دي. هتبقي اختي وصاحبتي وصديقتي وكل حاجة، والله العظيم ربنا يعلم انتوا بالنسبة لي ايه. اي حد بيحط رجله في القناة كده وبيكتب لي تعليق، او اي حد بيشترك في قناتي بعتبره خلاص من اهل بيتي. لو هتلاحظوا ان انا دلوقتي حطيت كل المكونات على بعضها وبدعكها دعكة حلوة كده، والفراخ كمان شطفتها شطفتين تلاتة وصفيتها وحطيتها كمان جنبي كده. جبت ايه هنا بقى في ايدي، ده اللي انا جبته فصين توم كده مهروسين في قلب الخليط ده كله. والله العظيم يعني الريحة اكيد واصله لكم من غير ما اضيف اي توابل، من غير ما اضيف اي مكونات تانية. الريحة كانت جايبة فين كده. هجيب هنا بقى ايه احط عليها السبع بهارات، والسبع بهارات طبعا بنستخدمها للمشويات فبتبقى حلوة قوي قوي، وشوية فلفل اسمر وشوية ملح فقط لا غير. هضيف بقى شوية شطة كمان لو حابينها سبايسي بتضيفوها، لو مش حابينها سبايسي فبتستغنوا عنها عادي جدا. هدعك ده كله، وايه فايدة الدعك ده كله انك فايدته انك بتدبلي ايه الخضار اللي احنا حاطينه، الديسك اللي احنا حاطينه ده. هاخد كمية كده من الخضار او التتبيله اللي احنا عملناها دي، وهضيف بقى البطاطس اللي انا مقطعاها وغسلاها كويس ومصفياها. هعملها ديسك تحت كده علشان لما ارص عليها الفرخه او الفراخ قطع الفراخ دي تبقى حلوه. بص انا اخدت شويه الخليط بقى او الخضار دول، ضربتهم في الخلاط وعملتهم بيوريه كده. كان المساحة بتاعة التليفون خلصت مني وفصل مني، فكان محتاج مساحة. وهنا اخدت بقى كمية الفراخ اللي معايا كلها متقطعة وبقيت احشيها كده تحت الجلد كلها، والتليفون عمل فيا نفس اللي عامله. كده كنت عملت ايه بقى، هقول لكم انا عملت ايه دلوقتي. حشيت الفراخ كلها من تحت الجلد وحطيتها كده على وش البطاطس، وضفت عليها بقى طماطمتين مضروبين في الخلاط مع اضافه بقى كل المكونات اللي انا حطيتها التتبيله كلها. وبعد كده جبت شويه زيت عادي ايا كان الزيت اللي عندك ايه استخدميه شويه كده على الوش علشان لما ندخلها الفرن تتحمر كده من فوق ومن تحت تبقى قمر. بصوا الشكل لوحه فنيه في قلبك بجد، الريحة كانت تحفة. هنا عملت ايه، حطيتها على البوتاجاز عشان تغلي كويس قبل ما ادخلها الفرن، وده بيسهل عليا ان انا ما استناش وقت كتير في الفرن ان هي ايه تاخد يعني وتشد في الفرن وكده. وكان على العين التانية طلعت كيس لبن علشان اعمل معاكم برضو برام رز معمر. طبعا الاكلة دي من التراث القديم، يعني صينية البطاطس وشوية الرز كده في الفرن المدسوسين في الفرن، يا بيوديكي والله العظيم يعني تحسوا ان ذكريات معانا. يعني انا على طول عاملاه، لكن بحس لما بعمله كده مش عارفة بيوديني في حتة تانية. والله العظيم بجد بيرجعني للطفولة كده، اليوم اللي ماما كانت تعمل لنا اكلة حلوة فيه، نستنى الاكل يطلع من الفرن والروائح الحلوة اللي بتبقى في البيت. فانا بحب ان انا اعيش ولادي نفس اللي انا عشته، بتبقى ذكريات حلوة انك تسيبها للطفل كده. وكمان تبقى وجبة متكاملة انك عاملة برامل رز كده واخد اللبن واخد اضافات حلوة كده، يعطي او يدي للجسم بتاع طفلك، او اذا كان طفلك او انتي او جوزك شوية فيتامينات كده وشوية
باور حلوين كده، فبالنسبة لي انا بتبقى احلى اكلة بجد. عملت ايه هنا؟ غسلت بقى الرز وعيرت البرام بتاعي، بحط نص الرز ونص البرام، واسيب النص الباقي ان انا اضيف عليه اللبن. طبعا انا ما بحطش الملح على اللبن كله، او ما بعملش كمية لبن كتير علشان اشوف البرام بتاعي هياخد قد ايه لبن مني. باحط اللبن في الكوباية وبعدين اضيف عليه شوية ملح بصوت، عشان برضو ايه لو احتجت ان انا ازود تاني. وبعد كده كانت الصينية بتاعتي بقى اخدت اللون الجميل ده، ودخلت يعتبر في نص سوا. طب انا عاوزة ادخل بقى ايه البرام ده جنبها، هعمل ايه دلوقتي؟ انا كنت حطاها على الارضية، فالبرام الارضية مش متظبطة تمام، ارضية الفرن تحت. فهعمل ايه؟ هشيل بقى اللي هي الستاند ده او الشبكة دي، هقوم مرجعاها تحت خالص، لان دي بتظبط لي البرام، ما بحتاجش بقى ان انا اظبطه باي حاجة تانية. وبعد كده هحط الصينية عليه في جنب كده تكمل سوا، واحط البرام جنبيها. اول بقى ما البرام ده بيدخل مع ريحة الشوي بتاعة الصينية، او ريحة صينية البطاطس اللي انا عاملاها دي، والله العظيم يعني في قلبك في قلبك. انت مستنية ايه؟ حط اللايك، هستنى لايكاتكم وتعليقاتكم. والله اعيط عشان اللايك يعني، ولا اعمل ايه؟ مستنية كمان انك تشتركي في القناة، اهم حاجة. هنا كنت بدوق بقى، بشوف الملح مظبوط، محتاجة ملح تاني، هل دخلت في السوا. بصوا، بدوق مثلا البطاطساية، اشوف البطاطس استوت، البصلة اللي تحتيهم استوت، وهكذا كل حاجة في الصينية كلها. لقيتها بقى محتاجة شوية مية كده ان هي تتزود علشان تاخد سوا اكتر، وتبقى جوسي كده، وتبقى قمر، تبقى طرية كده. كل ما بتاخد سوا على فكرة، كل ما بتتشرب من التتبيلة اللي انا عاملاها، لان انا عملت وسويت على طول، ما ركنتش ان هي تقعد في التتبيلة دي. طبعا المشويات كلها طبعا كلنا عارفين اقل حاجة ساعتين 3 تقعد في التتبيلة بتاعة الشوي، لكن انا استعجلت عليها بحيث ان انا اخلص اكلي بدري قبل ما النور يقطع. النور النهاردة قطع بدري، فمش عارفة، يا رب كده يرسلهم على حل، هل هيقطع بالنهار او هيقطع بالليل؟ فدي حاجة تعب الناس كلها والله العظيم. ساعتين بقعد مصدعة بقى، وكارهة نفسي وكارهة حياتي وكارهة كل حاجة، لان الساعتين دول ما بعرفش اعمل فيهم حاجة، ما بعرفش اتحرك من مكاني، ان انا اقوم اعمل اكل لولادي، ان الولاد يذاكروا. فربنا يعيننا بقى على اللي احنا فيه ده. عملت ايه؟ حطيت صينية البطاطس زقتها جوه الفرن كده، وبعدين حطيت البرام الرز جنبها. وطبعا انا معليه الفرن من تحت، الرز بيدخل على درجة حرارة ايه يا ريهام؟ يدخل على اعلى درجة حرارة في الفرن، من فوق ومن تحت. بصوا انا هعمل ايه، انا بشغل الشواية وبشغل الأرضية، وبعلي عليه من فوق ومن تحت تمام. اول لما اللون يحمر او الوش بتاعه يحمر، بقوم طافيه الشوايه وسايباه بقى مستوي على الارضيه. هنا كان خلاص هقفل عليه بقى واسيبه براحته كده، وده كان شكله النهائي بعد ما استوى. هل كده خلاص خلصنا؟ لا، جه بقى المرحله بتاعت السمنه او الزبده، او اللهم ذكرني، اي حاجة يعني المهم عندك اعملي بيها. والله العظيم يعني احنا اليومين دول او الوقت اللي احنا فيه ده ما نتسلطش على حاجة، او مثلا ما نقفش على حاجة. الحاجة الموجودة في بيتك اعمليها. ما عندكيش زبدة، اعملي بزيت يا ستي، اعملي بسمنة روابي، اعملي بأي حاجة. المهم كده تعملي الحاجة اللي نفسك فيها، وما تحسسش نفسك ان انتي واقفة على حاجة. حاولوا تهونوا على نفسكم، لان الايام دي صعبة 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 علينا كلنا، مش على حد وحد لا. ربنا الاعلم، الناس كلها، كل واحد او كل بيت فيه ما يكفيه. فحاول بقدر الامكان انك تهوني على قلبك، تهوني على ولادك، تهوني على عيشتك، كل دي حاجات بتفرق معاكي جدا. فالله المستعان يا رب، وربنا يقف جنبنا كده ويعدي الفترة اللي احنا فيها دي، او الازمة اللي احنا فيها دي على خير. عملت ايه بقى؟ انا كنت خلاص طلعت صينية البطاطس، كانت استوت وطلعت، وطلعت البرامة هم الفرن وهو بفززه. يعني ايه بفززه؟ انا قايله لكم قبل كده، يعني بمسك المعلقه كده واقوم ماشيه الرز من تحت كده، من الجناب. اهم حاجه اسلك الرز من الجناب، الوش ده القمر ده اللي قدامكم ده، علشان لما احط السمنه بتاعتي ما تطلعش بره، ما تقعش بره على الصاجة بتاعة الفرن. وبرفع الرز لفوق علشان يتنفس كده وياخد راحته في السوا، بدل ما هو يبقى مكبوس في بعضه كده، لا، هتلاقي الرزية مفلفلة معاكي،
تلاقي البرام بتاعك فلفل كده معاكي. استخدمت ايه سمنة ايه، انا بحب ان انا استخدم فرن. يعني جبت السمنة البلدي، جبت السمنة النيوزيلندي، جبت كل حاجة. انا بحب فرن، مش عارفة ليه. ارجع لفرن تاني، وحطيتها بقى 10 دقايق كده في الفرن، وده كان الشكل النهائي بتاع الصينية بتاعتنا. وكمان بتاع البرام انا دخلت الصينية بقى عشان تفضل سخنة كده على الاكل. بجد الاكل اللهم بارك، والله العظيم يستاهل بقكم. كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. يا رب الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه حاجة ولو بسيطة. لو الفيديو عجبكم حطوا لي احلى لايك من احلى اخوات في الدنيا. هستنى لايكاتكم وتعليقاتكم ودعوة حلوة ليا، واهم حاجة اشتراككم في قناتي، هستنى اشتراككم. فربنا يدومكم نعمة في حياتي. استنوني في فيديو جديد. دمتم في رعاية الله.